بس في عربيات تانية كتير، امريكي والماني وكوري وياباني، وهي ميتسوبيشي لانسر. او خش بقى على الامريكان يا معلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم جميل عماد وبقدم محتوى عن العربيات. في الفيديو ده هقولك على 27 عربية ممكن تختار ما بينهم لو معاك من رينج 50,000 جنيه لحد 120,000 جنيه. طبعا الناس اللي نفسها تركب عربية، يعني في ناس كتير بيبقى ليهم قرايب في حتت بعيدة وناس في حتت بعيدة ومش بيشوفوهم إلا كل سنة مرة بسبب المواصلات والتعب والروحة والجيت، فعايزين حتة عربية تلمهم تبقى صغيرة وعلى قدهم وتكون كويسة واعتمادية شوية نوعا ما. فأنا في الفيديو ده هقولك على 27 عربية أنت ممكن تختار ما بينهم، وهقولك مميزات وعيوب كل واحدة فيهم وأنت اختار براحتك. اول حاجه هبدا بيها النهارده العربيات الشقيانه حبيبه الملايين وحبيبه المصريين، الفيات. وطبعا الفيات مش مقتصره على ال 128 بس، لا، في انواع وموديلات كتير قوي من فيات، وفي فيات بتنزل لحد النهارده زي الفيات تيبو والحاجات اللي بتنزل جديد من الفيات. بس خلينا بنتكلم في العربيات بتاعت زمان. فانا اول عربيه هتكلم فيها في الفيات النهارده، طبعا هي يعني بحرها واسع وفيها عربيات كتير في الرينج السعر اللي انا بقول عليه، فعشان كده هتطول معانا شويه الفيات. بس في عربيات تانية كتير، امريكي والماني وكوري وياباني وصيني كمان، يعني في عربيات كتير قوي هتكلم فيها. بس خلينا نبدا بالفيات الاول. اول عربيه هتكلم عليها النهارده هي ال 125. ال 125 عربيه اعتماديه جدا جدا جدا، وصاجها محمل، وعربيه ما فيهاش مشاكل زي ال 128 وال 127، لان هي ما فيهاش كبالن، هي دفع خلفي، ومعظم عفشتها بتتوافق مع ال 132. يعني قطع غيار يعتبر متوفره شويه في السوق، وفي نفس الوقت يعني ما فيهاش نفس المشاكل بتاعه العفشه اللي بتبقى موجوده في العربيات السحب الامامي. العربيه صالونها واسع جدا من جوه، واستهلاك البنزين بتاعها متوسط، واسعار العربيه دي بتبدا من 30,000 جنيه لحد 60 او 65,000 جنيه تقريبا حسب الموديل والحاله. الموديل التاني معانا من فيات هو الفيات 127 والفيات 128، وانا جمعتهم لك مع بعض عشان هما الاثنين شبه بعض في حاجات كتير قوي. من مميزات العربيتين ان استهلاك البنزين بتاعهم قليل جدا، وقطع غيار متوفره بشكل كبير وسهله الصيانه. ومن عيوبها ان مشاكلها كتير في العفشه، خصوصا في الكبالن وفي الجزء الامامي من العفشه. ده غير ان صالونها ضيق شويه والبودي بتاعها ضعيف واوقات بيحتاج تقويات. نيجي بقى للوحوش ال 131 وال 132، وانا جمعتهم لك مع بعض عشان هم برضو فيهم نفس العيوب ونفس المزايا باختلاف حاجات بسيطه هقول لك عليها. العربيتين صلابتهم عاليه جدا وعفشتهم كويسه لان الاتنين دفع خلفي وما فيهمش مشاكل كبالن. الصالون من جوه للاتنين كويس وواسع ومريح، وقطع غيار متوفره للاتنين، بس الاكتر في توفر قطع الغيار هي ال 131. وبرضه استهلاك البنزين اقل في ال 131 لان ال 132 بتنزل بمكنه 2000 سي سي واوقات 1800 سي سي، ومكنتها بتبقى 2 كامه فبتستهلك بنزين اكتر من ال 131. وما بين كل الموديلات اللي فاتت دي انا برشح لك ال 131 او ال 132 بعيدا عن ال 125 وال 127 وال 128. نيجي بقى للعربيه رقم 6 معانا وهي الشاهين. الشاهين عربيه محترمه جدا وعمليه وقطع غيارها متوفره، واستهلاك البنزين قليل، وصالونها واسع، واعطالها قليله، وصيانتها سهله، بس اختارها حاله كويسه. العربيه رقم 7 معانا وهي الفيات تمبرا. والفيات تمبرا على فكره يا جماعه من العربيات المظلومه جدا 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 في مصر، لان هي عربيه محترمه جدا، ولو جيت تبص على عيوبها هتلاقي تقريبا ما فيهاش عيوب. من مميزاتها ان تصميمها محترم وصالونها واسع ومريح للركاب. اداء الموتور جيد واقتصادي نسبيا في استهلاك البنزين، بالذات لو مواتير 1400 و1500. بس اختار الموتور ال 1400 او ال 1600 عشان على فكره هي بتنزل بمواتير 2000. والعفشه بتاعتها مريحه بالذات في المطبات وفي الطرق المصريه. قطع غيارها متوفره واسعارها كويسه. التيل والطنابير وقطع غيار الموتور والاساسيات بتاعتها كلها موجوده واسعارها كويسه، في منه الاستيراد وفي منه اللي بتجيبه جديد. لكن برضو فيها قطع غيار قليله زي قطع غيار التكييف والاسكاترا وبعض الحاجات الخارجيه بتاعت البودي بتاع العربيه زي الفوانيس والحاجات دي كلها، مع انها موجوده بس برضو ممكن تلاقيها قليله او اسعارها غاليه شويه. وزي ما قلت لك ان هي في حالتها الاستوك تقريبا ما فيهاش اي عيوب. ولو هتحسب عيوبها ان مثلا ما فيهاش اير باجز او ما فيهاش اي بي اس او ما فيهاش الحاجات اللي هي وسائل الامان دي كلها، فهقول لك الفيرنا واللانوس الموديل 2015 و2014 و2016 ما فيهمش اير باجز وما فيهمش الحاجات دي كلها، فاهمني؟ دي عربيه موديل التسعينات. بس العيب الحقيقي فيها ان هي تقيله في اعاده البيع، وما اظنش انك هتبص لاعاده البيع قبل ما تبص للشراء. انت لسه ما اشتريتش اساسا، انت شاري العربيه عشان تركبها مش عشان تبيعها، ووقت ما تيجي تبيعها اكيد هتلاقي لها زبون زي ما انت اشتريتها في غيرك هيشتريها. متوسط استهلاكها للبنزين حوالي من 7 ل 9 لتر لكل 100 كيلو متر حسب حالة الموتور. ومتوسط سعر التمبرا في مصر من 90,000 جنيه لحد 130,000 جنيه حسب الحالة والموديل، وعلى فكرة في حالات نادرة بتبقى أغلى من كده. عربية رقم 8 معانا هي فيات فلوريدا. معلش أنا طولت في الفيات شوية بس هي فعلا فيها عربيات كتير قوي بالأسعار دي.
فيات فلوريدا من العربيات اللي كانت بتتصنع محليا في مصر في مصنع نصر، كان اسمها نصر فلوريدا، وكانت بتتصنع من سنه 1987 لحد 2008. من مميزاتها ان تصميمها كان متطور جدا عن باقي موديلات فيات التانية. صالون واسع ومريح بالنسبه لحجمها، يعني ثبات على السرعات المتوسطه. قطع غيارها المشتركه مع موديلات فيات التانية موجوده ومتوفره. استهلاك بنزين معقول، يعني حوالي 7 لتر كل 100 كيلو متر. ومن عيوب فلوريدا ان هي مش منتشره كويس في مصر، فده بيخلي ان الفوانيس والهيكل بتاعها قطع غيارهم قليله شويه، واعاده البيع ضعيفه. وارجع اقول لك ان اعاده البيع ما تفكرش فيها وانت بتشتري، بالذات لما تكون بتشتري عربيه لنفسك، مش لو انت مش تاجر ومش عايز تشتري عربيه عشان تتاجر فيها، فانت عايز تشتري عربيه عشان تركبها، فتبص للبيع ازاي قبل ما تشتري. وفي نفس الوقت مفيش حاجه ما بتتباعش، كله بيتباع، بس الفكره في سرعه البيع. انت لو معاك فلوريدا او تمبرا او حاجه من الحاجات دي، اكيد لو معاك 28 هتبيعها اسهل من ما هتبيع التمبرا او الفلوريدا او الحاجات اللي مش منتشره، بس في نفس الوقت الاثنين هيتباعوا، الاثنين هتمسك فيهم فلوسهم. ملخص الموضوع ان الفلوريدا قطع غيارها الداخليه متوفره عشان مشتركه مع موديلات تانية من الفيات، لكن القطعه الخارجيه نادره شويه وقليله، ولو لقيتها هتلاقيها غاليه شويه. اسعار الفلوريدا في مصر بتتراوح من 90,000 جنيه لحد 130,000 جنيه حسب الموديل والحاله. عربيه رقم 9 معانا وهي الفيات اونو. فيات اونو من التصميمات اللي كان شكلها عصري جدا في وقتها، لان هي اتعملت سنه 1983 وكانت معموله اصلا بدل ال 127. من ميزات فيات اونو ان تصميمها بسيط وعملي وسهل الصيانه، واجزاء الميكانيكيه بتاعتها متاحه واقتصاديه جدا في استهلاك البنزين، يعني تقريبا بتستهلك من 5 ل 6 لتر لكل 100 كيلو متر، برضه حسب الموتور وحالته. قطع غيار منتشره ورخيصه، لان العربيه دي كانت منتشره جدا في مصر في وقتها. ومن مميزاتها برضه، معرفش دي ميزه ولا لا، ان حجمها صغير، يعني دي بالنسبه لك رجاله مش ميزه، بس هي ممكن تبقى ميزه بالنسبه للبنات او الستات اللي بتركب عربيات. صيانتها سهله واي ميكانيكي بيشتغل فيها. بس من ضمن عيوب فيات اونو ان هي لو حالتها وحشه هتقرفك في دوره التبريد بتاعتها، تحتاج صيانه على طول، او دوره التبريد بتاعتها بتخلي العربيه تسخن. بس دي ما اظنش ان هي مشكله، يعني لو في حد فاهم كويس هيعرف ان هو يحل المشكله دي. باقي العيوب ان ما فيهاش ايرباج، ما فيهاش اي بي اس، العزل بتاعها ضعيف، وما اظنش انك بتدور على الحاجات دي في عربيه ب 100,000 جنيه يعني. واسعارها بتبدا من 90,000 لحد 120,000 جنيه حسب الحاله بتاعت العربيه والموديل. نطلع بقى بره الفيات والايطالي والكلام ده كله ونتكلم عن سوزوكي ماروتي. سوزوكي ماروتي موديل التسعينات، من اهم مميزاتها ان هي اقتصاديه جدا 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 في استهلاك البنزين، يعني اللتر ممكن يمشيك 20 كيلو متر. دي موتوسيكل دي ولا ايه؟ سهله الصيانه، قطع غيارها متوفره في كل حته وباسعار معقوله لحد النهارده. العربيه صغيره وده بيخلي سواقتها سهله بالذات للبنات. مشكلتها ان هي من جوه المكونات بتاعتها تحس ان هي قديمه، يعني العربيه موديل التسعينات تبقى راكب جوه حاسس ان انت راكب عربيه قديمه اقدم من كده بكتير. هيكل العربيه خفيف وتحملها محدود خصوصا على السرعات العاليه، يعني مش هتلاقيها ثابته بالشكل الكافي. وبرضه من ضمن عيوبها ان هي صغيره وما فيهاش مساحات تخزين. هي اهم ميزه فيها ان استهلاك البنزين بتاعها قليل، واسعارها النهارده بتبدا من 65,000 جنيه لحد 120,000 جنيه حسب الموديل والحاله. عربيه رقم 11 معانا النهارده هي الفورد الاسكورت. خش بقى على الامريكان يا معلم. من مميزات فورد اسكورت ثبات احسن من عربيات تانية كتير، خصوصا على الطرق السريعه. راحه من جوه كويسه جدا بالنسبه لعربيات التسعينات، والشنطه بتاعتها واسعه نسبيا، وتصميمها وشكلها الاوروبي اللي فيه انسيابيه. قطع غيارها متوفره سواء جديده او استيراد، هي نعم مش موجوده في كل حته بس متوفره. عيوب فورد اسكورت ان النسخ القديمه منها من اوائل التسعينات كان فيها مشاكل في العفشه وفي التحكم، يعني في الملفات وفي الحاجات دي ما بتحسهاش ثابته قوي يعني. ومعظم موديلاتها بيحتاج لحد فاهم في الفورد عشان يعرف يشتغل فيها، خصوصا النسخ الانجكشن. استهلاك البنزين في فورد اسكورت حوالي 7 لتر لكل 100 كيلو متر، وده حلو على فكره مش وحش. اسعارها في مصر معاك من 80,000 لحد 150,000 حسب الموديل والحاله. عربيه رقم 12 معانا وهي الفورد فيستا. عربيه صغيره وعمليه واقتصاديه، وموتورها استهلاكه في البنزين اقل من فورد اسكورت لانه اصغر من موتور فورد اسكورت. قطع غيارها متوفره في السوق سواء استيراد او بدايل من موديلات تانية بتمشي عليها، خصوصا الموتور والعفشه. صيانتها مش معقده، واستهلاكها للبنزين حوالي 6 لتر لكل 100 كيلو متر، يعني اقل من الفورد السكورت. من عيوبها ان مساحتها الداخليه ضيقه مقارنه بالفورد سكورت. ثباتها متوسط لان وزنها خفيف خصوصا على السرعات العاليه، وسعرها في مصر بيبقى من 80,000 جنيه لحد 130,000 جنيه حسب الموديل والحاله. عربيه رقم 13 بقى معانا النهارده وهي ميتسوبيشي لانسر اوائل التسعينات من 1990 لحد 1994. دخلت لك في اليابان اهو يا معلم، تقول لي بقى قطع غيار ولا اي حاجه تانية. وطبعا لما نتكلم عن الميتسوبيشي فاهم مميزاتها الاعتماديه وقوه التحمل، وقوه التحمل معاك في الشغل وفي السفر وفي الطرق المصريه وفي كل حاجه. قطع غيار متوفره جدا، الميكانيكا والعفشه، وباسعار كويسه كمان عشان العربيه دي كانت منتشره جدا في مصر. موتور كويس جدا 1300 وفيها مواتير 1500، مريحه في السفر، والشنطه بتاعتها والصالون واسعين كويسين، مساحتهم كويسه، اي ميكانيكي بيعرف يشتغل فيها. ومن عيوبها ان الثبات بتاعها متوسط، يعني اقل من ثبات الفورد السكورت شويه، بس يعني ده حاجه احنا مش محتاجينها، احنا مش رايحين نسابق، يعني احنا ماشيين ب 100 120 خلاص، هنعوز الثبات في ايه؟ احنا ناس عايزين عربيه ناكل بيها عيش يابا، احنا عايزين نروح ونيجي ونقضي مصالحنا.
استهلاك البنزين بتاعها حوالي 8 لتر لكل 100 كيلو متر. هو يعني زياده شويه عن العربيات اللي انا قلتها قبل كده، بس يعني دي مش مشكله، هو استهلاك برضو مش وحش. 8 لتر لكل 100 كيلو متر كويس جدا. اسعارها بقى في مصر بتتراوح من 90,000 جنيه لحد 140,000 جنيه حسب الموديل والحاله، واكيد هتلاقي موديلات شاذه وحالات شاذه هتزيد عن كده شويه. نختم بقى الفيديو على كده عشان انا تعبت بصراحه، واستنى الجزء الثاني هقول لك فيه. انا قلت لك دلوقتي على 13 عربيه، هكمل لك باقي ال 14 عربيه في الجزء الثاني. اعمل بقى لايك للفيديو واشترك في القناه لو لسه مش مشترك، وسيب لي كومنت لو عايز تسالني على حاجه، وما تنساش تبعت الفيديو لصاحبك لو عايز يشتري عربيه من 50,000 جنيه لحد 120,000 جنيه. السلام عليكم.